ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ويوم جديد، ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم. عايزه اقول لكم النهارده كان اليوم جميل والحمد لله الحمد لله. انا خفيت شويه ويعني الحمد لله خدت علاج وكده واتحسنت شويه. رحنا فين؟ رحنا شاطئ جنبيتي النهارده. وعايزاكم بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك كده للفيديو النهارده، عشان الفيديو النهارده حلو. وعملنا تجربة حلوة جدا جدا زي ما شفتوها كده في أول الفيديو. وتعبنا أوي 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 النهاردة، فعايزة لايكات كتير على فيديو النهاردة. إن شاء الله الفيديو يعجبكم ويكتبوا لي كومنت حلو منكم ودعوة حلوة منكم. الحمد لله كده ربنا كرمني وبقيت احسن من الاول بكتير، واهو قادره اتكلم الحمد لله. والبرد ابتدى يمشي والدنيا زي الفل. نصلي على النبي كده وهوريكم ال الصن بلوك كده للبحر. عايزه اقول لكم الصن بلوك. ثواني يا لولو. عايزة اقول لكم الصن بلوك كده حلو جدا جدا للاطفال. اللي هو مثلا من سنة ل6 سنين. وده بقى باقي الأعمار يعني لينا وكده، اللي هو عادي متاح معاكم للكبار والصور برضو. عايزة اقول لكم اللي هو اسمه بوبي. عايزة اقول لكم حلو جدا جدا جدا. احنا جبناه من هناك ووريت الدكتور وشي وكده، فقال لي ده يمشي يعني مع البشرة بتاعتك وكده. عايزه اقول لكم حلو جدا جدا جدا، ولا كأننا كنا بننزل بحر ولا الكلام ده خالص. لكن انت بس بتحطيه اللي هو بوبيه ده حلو جدا، بوبيه للكبار وبوبيه للاطفال. عايزه اقول لكم اللي هو انا كنت جايبه للاطفال ده، بس حسيت لولي اول يوم او اول يومين اللي هي بتتحرق شويه. فابتديت احط لها من اللي هو العلبه بتاعت الكبيره اللي هو بوبي، اللي هو الكريم الكبير، اللي هو العلبه الكبيره مش دي التانية. تمام. سعر اللي هي بتاعت الاطفال دي 250 جنيه، واللي هي البوبي الكبيره سعرها 230. بس كده. وعن تجربة والله الصن بلوك كده حكاية. بوبي اللي هو العلبة اللي انا قلت لكم اللي هي للكبار، تمام. العلبة اللي هي اللي لونها اورنجي ما عجبتنيش قوي، هي حلوة وبتطري الوش وكده، ما بتخليش فيه تشققات والكلام ده. بس الكبيرة حلوة يعني. تمام كده. انا جبت الكبيرة ليا والصغيرة لولي. عايزة اقول لكم اللي احنا بقى هنعمل التجربة دي وهنركب اللعبة اللي قدامكم ديت. عايزة اقول لكم كنا بنموت بجد 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 كنا بنموت. انا هنا بفرجكم كده على الشاطئ. انا كنت هنا كان حوالي الساعة 10 صباحا، فقلت اوريكم كده الشاطئ اللي هو جنبتش حلو جدا زي ما انتم شايفين. بصوا الاماكن فيه حلوة وهادية ومفيش بقى ايه المكان اللي انت قاعد فيه مثلا زي ما انتم شايفين كده مش بيبقى فيه شمس، فاهمين؟ لكن بقى لو سقعتي او طالعه من البحر وكده فبتضطري بتقعدي على الشاطئ. هنركب اللعبه دي. شايفين انا بشاور لكم عليها، بقول لكم هنركب اللعبه دي. فقلت اخدكم كده. فاللهم صل على النبي. فقلت كده اخدكم جوله واوريكم الشط. وبقول لكم احنا رجعنا نركب دي. قلت اخدكم الاول كده جوله بعد كده نرجع نركبها. ويا ريتنا ما ركبناها. احنا هنا بقى بنتفسح وبناخد كده فكره عن الشاطئ. ونتغوط كده. بصوا بنخش جوه بنشوف الشواطئ جوه. بصوا المكان اللي احنا قاعدين فيه ده بيبقى اول الشط. اول شط يعني اول ما تخش من باب الشط. فاحنا بنقعد فيه. فده بقى كان جوه اللي هو بصوا هقول لكم كل ما تخش جوه شويه بيتزحم اكتر او ممكن يكون السعر اقل. اللي هي الخيمه اللي انا وريتها لكم او هم بيسموها عشه هناك. العشه اللي احنا قاعدين فيها دي بتبقى ب 600 جنيه. فيها 8 كراسي وترابيزتين. تمام كده ب 600 جنيه. في قبلها واحدة صغيرة أنا برضو كنت موريها لكم في الفيديوهات ب 300 جنيه فيها 4 كراسي. حلو الكلام حلو الكلام. ده كده رسوم الشاطئ اللي هو انتي بتخشي شاطئ شانا بيتش. لو عايزة عشة صغيرة ب 300 جنيه 4 كراسي وترابيزة. لو عايزة الكبيرة زي اللي احنا واخدينها احنا بناخدها 8 كراسي وترابيزتين. بس احنا بنزود بقى ايه يا لولي. بس احنا بنزود بصراحة الترابيزات والكراسي. دي كل حاجة برضو بتبقى ليها سعر تاني. تمام كده الكلام. هنا بقى عندك البنانة وعندك بصوا كل يا لولي.
ماشي. عندك بقى كل الألعاب اللي هو الجيكسي والبنانة وبصوا ألعاب كتير. واحنا ركبنا، أنا عايزة أقول لكم إن أنا ركبت اللي هو الجيكسي، وركبت البنانة، وركبت اللي هو اللعبة اللي أنا وريتها لكم هوريها لكم دلوقتي. عايزة أقول لكم بجد بجد صعبة جدا. البنانة يعتبر سهلة، البنانة البنانة سهلة، الجيكسي سهل. انا اللي كنت سايقاه فكان سهل شويه معايا، لكن اللي صعب صعب جدا. بصوا احنا زي ما بقولكم احنا قاعدين في اول الشط، بصوا في بقى جوه قوي 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 قوي. ده منتجع عشان بيتش، تمام. ثواني يا لولي. اللي عايز يروحوا بيروحوا. بصوا هو بعد طريق فيرجينيا اللي هو معاصر الزيتون وكده، اللي هي الفرجينيا والكلام ده. فلو حد بيسأل على العنوان بالظبط فأنا ممكن أكتبه لكم إن شاء الله في التعليق. لو حد عايز يعرف إيه العنوان فين بالظبط أنا ممكن أكتبه لكم إن شاء الله في التعليق. بقول لكم بس إحنا قاعدين هنا، بس الدنيا جوه زحمة، مش هعرف أصور لكم جوه. اللي هي العشاء زي ما انتم شايفينها دي هي اللي بقول لكم عليها ب 600 جنيه، تمام كده. في أصغر منها ب 300 جنيه، 4 كراسي وترابيزة. بصوا في بغبغان هنا جنبي فلا تاخدوا عليه. هنا كان كده حوالي الساعة 11 الدور أو 12 الدور. عايزة أقول لكم هو الشط علشان بعيد. ثواني يا ليلى. هو الشط عشان بعيد فتحسيه بيبقى دايما رايق. في بقى اللي هو شاطئ اللي هو جانا بيتي ده جوه شويه بتلاقيه ممكن زحمه. فاحنا واخدين كده في اول شاطئ زي ما انا بوريكم. بس بقول لكم الدنيا رايقه والدنيا زي الفل، وبيلف عليكي ناس كتير جدا جدا كويسين ومحترمين، بتوع ملابس وبتوع طواقي وبتوع طواق وبتوع لعب وحاجات كتير جدا وبتاع بطاطا وحاجات حلوة جدا. بحب أتسوق منهم بأمانة يعني. زي ما انتم شايفين كده المكان حلو ومريح نفسيا كذاتيا عقليا كل حاجة. هنا لولي. عايزه اقول لكم ان لولي الشواطئ التانية. ثواني يا لولي عشان انا بحكي لهم عنك. اللي احنا رحناه اللي انا وريتها لكم في اول الايام اللي نزلها لكم من يومين او حاجه، لولي مش بتحب تنزل فيهم البحر نهائي. لكن لما بنيجي هنا هي بتركب. بصوا انا بقول لكم احنا هنروح نركب مع اللي واقف هناك ده بعيد او لكن هنا الشاطئ ده بامانه ربنا لولي بتحب تنزل فيه جدا 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 وبتحب تلعب فيه. ايوه ما انا بقول لهم ان انت بتحبي الشاطئ جدا. وفي لعب اطفال انا منزلها لولي برضو، اللي هي العوامه بتاعت الاطفال، بيأجروها بتبقى الربع ساعه ب30 جنيه. حلو جدا جدا. بيدهلنا نص ساعه او ساعه كمان والله. ممكن ساعتين كمان بيدهلنا، ان احنا كنا قاعدين نزلنا كام يوم معاهم كده فتعرفنا عليهم. بس كده حلوين. ده كده شكل الشاطئ كله بكل تفاصيله. بالدخول في رسوم حمام. لو مثلا حد عايز يخش الحمام في الوش اهو النفر ب5 جنيه. مش حابة تخشي فبراحتك طبعا. في طبعا كافيه هناك، في مشروبات، في كل حاجة متاح. كل حاجة يا جماعة كل حاجة متاحة والله بجد جدا متاحة كل حاجة. وفي ألعاب زي ما انتم شايفين الألعاب اللي هي المائية دي. استنوا لي عشان هوريهم اللي انتوا كنت عايزة تركبي معايا ايه. انا لما ركبت اللعبه انت عملت عليا ايه؟ قعدت تعملي ايه وتعيطي ليه؟ عايزه اقول لكم اللي كانت عايزه تركب معانا بس انا سبتها مع ماما وبابا. كانت عايزه تركب معانا بس بابا كان معانا احنا. جدو انت كنت عايزه تقعدي ما كنتش عايزه تقعدي مع تيتا وجدو. ف قعدت تعيط جامد جدا جدا ان هي كانت عايزه تركب، وانا قلت لهم اركبها معايا وكده، لكن قالوا لي ما ينفعش. وبجد بجد الحمد لله ان فعلا قالوا لي ما ينفعش لانها فعلا كانت هتقع مني. ثواني يا لولي ثواني يا لولي. ان فعلا كانت هتقع مني. بس كده يا حلويات. و هنروح بقى نركب اللعبه. عايز اقول لكم ان احنا قعدنا بس كلنا شويه كده. انا نشر الهدوم بتاعت لولي وده كده شكل المكان اللي احنا قاعدين فيه. ونشرنا الهدوم بتاعت لولي تنشف عشان اما تطلعي من البحر تلبسيه البشكير بتاعك يكون ناشف عشان الجو بيبقى ساقع. عايزه اقول لكم بجد ان بيبقى هنا بقى يا على الحلويات وعلى الجمال. هنا بقى زي ما انتم شايفين
دي كده كنا لسه راكبين اللعبة. هنا طبعا عايزة اقول لكم موقف صعب جدا جدا. ما بقولش، بصوا، ما اقولش لحد بأمانة يركبها، بجد صعبة جدا، كانت أصعب لعبة ركبتها. انا بحب الالعاب دي بصراحه، بتاعت اللي هي الميه وكده. كل الالعاب بفضل الله ركبتها بجد، وركبت اللي هو الباراشوت، بس ركبت الباراشوت في شرم الشيخ. لكن هنا كانوا اللي راكبين معايا اختي الكبيره واولادها وكده، كانوا خايفين جدا جدا جدا، كانوا مسايبين اعصابنا اكتر ما هي سايبه. لكن زي ما انتم شايفين كده لعبه حلوه قوي قوي. لكن هتقعدي باقي الايام ايدك ظهرك اعصابك مشدوده، وايدك وجعك، ايديك وجعاكي، ظهرك وجعك، كل جسمك وجعك، مش قادره تشيلي شنطه، مش قادره تغيري لبنتك. ثانيه لا، هتدمرك بامانه ربنا، هتدمرك بأمانة ربنا، هتتدمروا بجد بجد. احنا لعبناها وكانت صعبة جدا. احنا بصوا النفر في اللعبة دي ب90 جنيه. بتاخد 8 أفراد، احنا كنا 8 أفراد وركبناها. هقول لكم النفر كان ب90 جنيه اللعبة دي، وكانت حلوة لكن صعبة جدا جدا جدا. ممكن في أي لحظة تقع منها، لأنها مسكتها صعبة، وقاعدة فيها صعبة، ومشيتها في البحر صعبة. فالحمد لله الحمد لله اللي هم طلعوا منها بخير، والولاد طلعوا منها بخير. هنا بقى وأنا راجعة جبت حاجات من فريجينيا. عايزة أقول لكم الطحينة بجد تحفة تحفة. جبت طحين هي زي ما انتم شايفين كده من فرجينيا، وكان سعرها كام؟ سعرها جبت الطحينة حلوة جدا، وجبت لي زيت زيتون كده للأكل. جبت لي الإزازة اللي هي الربع كيلو، جبت كده 3 وقلت أخليهم عندي وهينفعوني يعني وكده. بحب كل ما يوم قوي الجبنة القريش والكلام ده. هنا جبت طحينة وجبت زيت زيتون، وجبت زيت زيتون حمام، زيت زيتون للشعر. تمام كده، اللي هو الازازه اللي انا ماسكاها دي في ايدي دلوقتي. عايزه اقول لكم جبت زيتون اللي هو الزيتون مخلل، حلو قوي 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 قوي. الكيلو كان ب90 جنيه هناك، وفي ناس بيتباعوا ب75 جنيه هناك. تمام كده. هنا ده جوز هند طبيعي من فرجينيا، كل الحاجات دي من فرجينيا. واحنا راجعين من الشط جبتها اللي هي قريبة جدا من شاطئ جنبتش. تمام كده. جوز الهند ده حلو جدا جدا، بيتعصر قدامك وبيتعبى قدامك، وكل حاجة متاحة قدامك زي ما انتم شايفين. اللهم صل على النبي. الطحينة حلوة جدا. الجوز الهند بحبه جدا جدا في الترطيب، يا رب برحمتك. بس حلوين. جبت لي كده زيت زيتون للشعر، قلت اخليهم عندي، ان احنا كل سنه بنروح، فيدوبك قبل ما نروح السنه الجايه يكون دول خلصوا. اللهم صل على النبي. جبتوا تاني حلوين، بس انا متهيألي هم جبت الحاجات دي بس. وجبت زيتون بس انا كنت حاطه في التلاجة. وجبت الخلول كنت حاطه في التلاجة. عايزه اقول لكم بحب الخلول جدا جدا جدا. هنا بقى ده كده شكل الشارع لما رجعنا من بره، قلت اوريه لكم. خلاص كنا رجعنا من البحر، كانت حوالي الساعه 4:30 العصر أو 5:30 حاجة زي كده، مش متذكرة قوي. فقلت أوريكم كده الشارع، بس رايق جدا بالليل، جميل قوي، كيوت قوي. هنا بقى طلبنا الأكل من مطعم في اسكندرية. جوزي وجوازات اخواتي راحوا جابوا لنا مأكولات سمك كده بحرية حلوة قوي. المطعم ده حلو قوي، اسمه أسماك خالد واخواتي، خالد واخواته، او خالد واخواته. عايزه اقول لكم حلو قوي قوي، جمبري بقى والسي فود وحاجات بقى ايه، فاخر من الاخر. احنا هنا بقى نروح كده نحط الاكل وناكل، وجمبري بقى بالشوربه وكابوريا واكل بقى فاخر من الاخر. هنروح بقى ناكل، وبعد كده هننام ساعتين، وبعد كده هننزل تاني. قبل ما اخش انام هوريكم برضو منظر الشارع كده لما الليل كانت حوالي الساعه 8:30 العشاء. وده كده شكل الاكل اللي جبناه حلو قوي قوي بقى كده. ده شكل الشارع كده، شكل الشارع بالليل الساعة 8. ده شارع 15، شارع العوام، 15 شارع العوام. حلو قوي، رايق جدا، جميل جدا، مفهوش مشاكل جدا، حلو قوي قوي. لو رحتوا ان شاء الله تتبسطوا، وربنا يا رب ينور كل بالكم، وتكون رحلة سعيدة ان شاء الله علينا. وربنا يديكم كل اللي نفسكم فيه، واسيبكم في حفظ الله وفي رعاية الله. احلى اخوات في الدنيا. انتظروني بأمر الله كده في فيديو
زوروني بأمر الله كده في فيديو جديد ويعجبكم، ولو وصلت لغاية هنا اعملوا لي لايك وقدري تعبي، واسيبكم في حفظ الله. أمارات، مع السلامة.